بسم الله الرحمن الرحيم. معكم محمد سعيد في الحلقة الرابعة بإذن الله إن شاء الله من شرح ال PLC. والنهاردة هنعمل شوية applications بسيطة جدا بناء على طلبات الجماهير. وأول يعني الراجل الكبير، يعني المطراوي الكبير بتاعنا أحمد حسام أصلان، راجل المحترم. طلب، بس طلب بسيط، إن هو عايز يعمل يخلي زرار يشتغل لمدة 5 ثواني، وبعد 5 ثواني يخلي الزرار يشتغل بحيث إن مثلا ادوس عليه مره واحده. يبقى مومنتري سويتش، بس ادوس عليه مره واحده يفضل شغال الاوتبوت لغايه بعد 5 ثواني يروح قاطع. ففي عندك كذا طريقه ان انت تعمل الموضوع ده. نعمل مثلا الطريقه البسيطه اللي انا بحبها جدا، set والريست والتايمر. ماشي، فاحنا قلنا هنعمل هنا input basic normally opened i1. ماشي، وهنا هنحط الاوتبوت عادي جدا Q1. وهنا هتعمل input تاني اللي هو كيو واحد. وهتعمل هنا بقى فكرة بسيطة جدا، output كيو0. كيو0 ده بقى هتعمل ايه؟ احنا قلنا عندك كذا حل. انا هقول الحل اللي هو اللي فيه فكرة شوية، ولا اقول لك نبتدي بالبسيط قوي قوي قوي؟ ماشي، نبتدي بالبسيط جدا. ده هنخليه ست، وبرضه ده هيبقى كيو1 وريست. تمام. دلوقتي ده لما هشغله ده هيروح شغال. تمام. لما ده يشتغل ده هيروح شغال، وبعدين ده هيشتغل. فالفكرة ان انت تحط تايمر فين بقى بالظبط؟ اكيد مش هتحطه هنا. هتحطه فين؟ هتحطه هنا التايمر. فهنا هنحط التايمر بحيث ان هو يعني يقفل بعد 5 ثواني. ده T1 والبريزت بتاعنا 5 ثواني. هنا بقى 1 سكند، 100 ملي سكند، 10 ملي سكند، 1 ملي سكند، على حسب اليونت اللي انت عايزها. وعندك اون ديلي واوف ديلي. دي حاجة فعلا يعني ملهاش، يعني هي فيها فكرة بس فعلا فعلا مش مفيدة. المهم، خلينا هنا ادي الايه الاول فكرة ممكن تعمل بيها الموضوع ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي عندنا الاي1 اللي هو الايه الانبوت بتاعنا. هندوس عليه مرة واحدة كده، خلاص اشتغل. دلوقتي هو شغال لمدة 5 ثواني اهو، وراح قافل تاني. انا دوست مرة واحدة، هو كده شغال، بس ممكن اقفله عادي جدا، مش لازم افضل دايس عليه. يروح بعد 5 ثواني يروح قافل. يعني أنا لو سبته مفتوح كده هيفضل شغال، ويقفل بعد 5 ثواني برضه. فبقفله عشان يقفل التايمر. دي أول فكرة. عندك فكرة تانية اللي هي اللي احنا قلنا عليها اللي اسمها الانترلوك. الانترلوك اللي هي انت يعني بحيث ان انت تشغل حاجة بروسيس ماشية، والبروسيس التانية لما تشتغل بتروح قطع البروسيس الأولانية. بلاش كلام كتير، نبتدي نشتغل. دي هنشيلها تبقى اوتبوت عادي جدا، ودي هتبقى اوتبوت 2 واوتبوت عادي جدا. وهنا ممكن نعمل فكرة بسيطة. بدل ما نعمل هنا الاي1، بدل ما تضطر بقى ان انت حضرتك تعمل هنا اي1، لا، انت ممكن تعمل حاجة جميلة قوي. ممكن تاخد دي ديليت، وتاخد دي اور كده، تعمل اور دول مع بعض. تمام. دي التايمر زي ما هو، مش هيتغير خالص. الفكرة بقى في الانترلوك ان انت دلوقتي هتدوس على ده هيشتغل ده. تمام. عايز تقفل ده اللي هو كيو1 ده بعد 5 ثواني. فاحنا هنا بعد ما تدوس اي واحد ده هيشتغل على طول، وده بعد 5 ثواني هيشتغل. ده بقى ايه شغلته؟ ان هو يقفل ده ازاي؟ فاحنا هنروح حاطط هنا لاين، انا اسف، بيزك، وتروح عامل نورمالي كلوزد Q2 اللي هو ايه ده اللي هو ده. تمام. انا عايز اوضح لكم حاجه. يعني ده لو شلناه
دلوقتي لما اجي اشغل ده الاتنين هيشتغلوا تمام. لا ما اشتغلوش الاتنين، انا اسف. كان المفروض اشيل ده كمان. النقطة اللي انا كنت عايز اوصلها ان انا دلوقتي مثلا هحط معلش التايمر، انا اسف جدا. دلوقتي لما اشغل ده هيشتغل الكيو واحد عشان دي كلوزد انبوت، هيشتغل عادي جدا. والكيو 2 هتشتغل بعد 5 ثواني. لما الكيو 2 تشتغل ده هتتفتح وتروح قافله الكيو 1. تمام. تاني نجرب اهو. اهي دي شغاله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ثانيتين تروح دي بقى شغاله عشان تقفل دي، او قصدي بمعنى اصح تفتح دي. فالكيو 1 اللي هو الاوتبوت بتاعنا اللي احنا عايزينه يشتغل ما يشتغلش. تمام. دي طريقه تانية لعمل الايه ان هو يشتغل او ما يشتغلش. في طريقه ثالثه اللي عايز اشرح فيها اللاتش برضو، عشان في ناس برضو لسه مش فاهمها قوي. ف هنعمل ايه؟ هنشيل كل ده. لا هنسيب التايمر بتاعنا جميل هنا، هنحطه هنا. هنشيل كل ده وانت كمان. وهنحط هنا كيو كام؟ هنحط هنا الانبوت اي واحد. وهنحط هنا برضو قصدي ايه ده، لا كيو واحد، انا اسف جدا. كيو واحد. وهنا هنحط هنا الكيو 2 برضو. هنحطها كاوتبوت كيو 2. فيعني الفكرة في ان انت هيبقى عندك كذا حل، ومش حل واحد بس. يعني الموضوع مش واقف على حل واحد. انت عندك كذا طريقة انت بقى، وانت كل ما تتمرن اكتر كل ما تبقى عارف اكتر في اللي انت بتعمله، هتبتدي تبقى فاهم انت بتعمل ايه بالظبط. او هيبقى عندك كذا اوبشن ان انت مش هتبقى واقف على حل واحد. تمام. دلوقتي اللي انا عملته ايه؟ دلوقتي الاي واحد هيشتغل في الناحيتين، واحد هنا وهيشتغل هنا. تمام. تمام. ده اسمه ايه؟ ده اسمه لاتش. ده اسمه ايه؟ ده اسمه انترلوك اللي هو هنا. احنا عندنا هنا كيو واحد اهو، وكيو واحد اهو، وكيو اتنين اهو، وكيو اتنين اهو، وده تايمر، وده اي واحد، وده اي واحد. تمام. دلوقتي لما نيجي نشغل، انا اسف الاي واحد شغال، انا عايز اعمل ريسيت. تمام اهو. تمام. كل حاجه تمام. دلوقتي لما اشغل الاي واحد الكيو واحد هيشتغل على طول عشان دي كلوزد. ماشي. ولما الاي واحد يشتغل هنا بعد 5 ثواني الكيو 2 هيشتغل. الكيو 2 لما يشتغل هيروح عاملها لي هنا، فاتحها لي هنا. بس النقطة بقى ان انا الاي واحد فعلا انا عملت غلطة بسيطة. كان ممكن لا انا فعلا عملت غلطة. ليه بقى؟ بس هوريكم الغلطة بتاعتي عشان تعرفوا برضو تتعلموا من الغلطات. الغلطة بتاعتي دلوقتي لما انا افتح عملته مومنتري اهو. مش هيفضل كيو واحد شغال، مش هيتقفل بعد 5 ثواني. ليه بقى؟ عشان الاي واحد انا افترضت، عملت اسامبشن اللي هو هيبقى مومنتري. يعني مجرد ما ادوس عليه دوسه واحده كده بسيطه، كاني مثلا بدوس على جرس الباب مثلا. زي ما مش زي ان هو يبقى بيرمننت او اسمه ايه ده سويتش. مبقاش زي سويتش مثلا زي نور الاوضه. نور الاوضه لو عملته اون واوف صح. النقطه ان انت المومنتري سويتش مومنتري لحظي، بدوس عليه مره واحده او بدوس عليه في ثانيه وخلاص. فانا لو عملت افترضت ان الاي واحد مومنتري مش هيشتغل. دلوقتي اهو مومنتري واحد ورحت قافل، فده مش هيكمل. فانا احل المشكله دي ازاي؟ اطول على نفسي وهرزل على نفسي. بس عايزين برضو، عايز زي ما بقول لكم كده، عايزين نوصل لحلول مع بعض. فهنا هتعمل ايه؟ هتروح عامل هنا فين اوتبوت كيو 3 مثلا، بحيث ان ده هيبقى سات، هيفضل شغال. تمام. ولما كيو 3 هنا يشتغل input اهي كيو 3 عادي جدا، هيعمل ايه هنا بقى؟ هحط هنا بقى ايه؟ الريست بتاع كيو 3 اور مع
الايه انا اسف ريست كيو 3. تمام. دلوقتي ايه بقى ايه الفكره في اللي انا عملته ده كله؟ ليه عملت ده؟ ليه عملت الخطوتين الزياده دول؟ عشان عايز اوضح بس فكره ان اللاتش والانترلوك يشتغلوا مع بعض هتاخد خطوات كتير. فانت هيتسهل على نفسك تستخدم يا الانترلوك يا تستخدم ريسيت وريسيت. تمام. عشان انت كده كده اللاتش يعني ممكن تستغني عنه وتستخدم السيت والريسيت. فهنبتدي نشتغل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الاي واحد احنا افترضنا ان هو مومنتري زي ما قلت، هيبقى شغال لمدة معينة ألا وهي مثلا ثانية واحدة. هنقول هو شغلته ثانية واحدة. دلوقتي الكيو واحد شغال، ده الاي واحد شغل الكيو 3. لا فعلا محتاج اخد وقت اطول من ده عشان عايز اشرح. هنقول 10 ثواني عشان نلحق نشرح. تمام. ولو قلنا 10 ثواني مش كفايه نخلينا 15 عشان ناخد وقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني الاي واحد اهو اشتغل. تمام. الاي واحد عمل ايه؟ شغل الكيو واحد وثبته باللاتش. والاي واحد شغل الست اللي رقم 3. رقم 3 راح عمل ايه بعد 15 ثانيه؟ هيشغل رقم 2 اللي هي هتفتح دي وهتعمل ريست لرقم 3. فكرة حلوة صح؟ تاني نرجع تاني نجرب. الاي واحد اهو هنا وهنا. الاي واحد هيشغل كيو واحد وهيثبته لمدة 15 ثانية. ليه بقى؟ عشان الاي واحد هيعمل ست لرقم الكيو 3. كيو 3 هتبقى 15 ثانية تايمر اهو. هيروح فاتح الكيو 2 يعمل انترلوك ويعمل ريست لكيو 3. دي الفكرة بتاعت ازاي تعمل استغفر الله العظيم يا رب. يا رب. ازاي تعمل ان انت يبقى عندك تعمل لاتش، او ازاي ان انت تخلي تايم معين لبروسيس، بعد التايم ده يروح البروسيس تقفل. فانت لا يمكن تعملها باوتبوت واحد، لازم تستخدم تو اوتبوتس. او لو انت يعني يعني انت عندك قابلية ان انت تستخدم اكتر من طريقة. يعني في يعني الثلاث طرق اللي انا وريتهم لكم دول ولا حاجة. انت ممكن في بتاع 20 طريقة ممكن تخترع حاجات غريبة تانية. فهي الموضوع بسيط جدا وسلس جدا ان شاء الله وهيبقى في سؤال تاني فنروح فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي السؤال التاني برضو من الباشمهندس الكبير احمد حسام اصلان. ازاي نعمل closed loop؟ هي فكرة بسيطة جدا ألا وهي فكرة اللاتش. بس انت فكرة ان اللاتش بتعملها لنفس الاوتبوت اللي في نفس اللاين. اللوب هتاخد الاوتبوت الاخير وتعمله اور مع الاوتبوت الانبوت الاولاني. يعني مثلا دلوقتي هنعمل مثلا حاجة بسيطة جدا. هنخلي مثلا اي واحد وبعدين ده عمل كيو واحد مثلا. وهنا كل ده هيتشال ديليت. ده يبقى مثلا كيو 3. هي هنفترض مثلا ان هو يبقى فيه انا اسف input كيو 3. تمام. وهناخده اور وهنقول مثلا ان كيو واحد فين. كيو واحد هتبقى input برضو. كيو واحد هيشغل كيو 2 بس مع تايمر. وممكن تحط كاونتر. يعني انت فاهم الفكرة. تعالى بس ماشي تايمر الاول. لا خليها كاونتر الاول. نعمل كاونتر. هتبقى التاج نيم سي واحد ريزت. خليها 4 عدات. تروح اعملها لي كده. هتعمل هنا ده الكيو 4. بحب اسميه كيو 0 عشان ده الريست. قصدي ده الريست وده الكاونتر. تمام. شغل لنا كيو 2. بعد كل ده اسف ايه الخط اللي جاي طلع مرة واحدة ده. المهم ان ده هيبقى الكيو 2 اللي هيبقى input. قصدي كيو 2
بس عايز اوصل لنقطة Q3، وهنحط هنا مثلا تايمر بحيث ان النقطة تبقى باينة جدا. انا يبقى لميت كل الليلة دي T1، وخليها بعد 5 ثواني او 7 ثواني، يعني مش مشكلة. المهم تعال نشيل دي عشان تبين برضه كل حاجة. اللي انا عملته هنا برنامج بسيط جدا، هيجمع ما بين ان انا اشغل واحد وازاي اعمل لوب للكلام ده. بما انها لوب، يعني عايزين نعمل حاجة بسيطة. بما انه going to be a loop، نخليها حاجة بسيطة أوي. أنا بس عايز أوضح بس اللوب مش أكتر. إزاي نوضح لوب فعلا مش لازم، عشان كده هنتوه الناس. نبقى نرجعها تاني. هنا دي هتبقى Q2. تمام. Q3 هتشغل دي، هتروح شغالة. ثانية واحدة. تمام. ماشي، نجرب نشوف. أنا لو غلطت بحاجة هنبقى بنصلحها مع بعض. تمام. دلوقتي الأي واحد شغلتها مرة، هشغلها مرة واحدة. لا، شفت بقى، ادي غلطة. بس تعالى نحلها بسهولة. انا ايه اللي انا عملته غلط هنا يا جماعة؟ انا هدوس كده. انا افترضت ان هو هيبقى مومنتري، صح؟ فلما ادوس كده ده هيشتغل لغاية ما اسيبه. بص، لو رحت قفلته هيروح قافل. فهنعمل حاجة بسيطة جدا اللي انا بحبها، انتوا عارفينها كلها أو كلكم عارفينها، اللي هي الست. الله يرحمك يا ست. الست والريست. هنعمل هنا برضو، هناخد الاور هنا، نحط هنا بقى الست الريست. بيزك ريست Q2. تمام. تمام. دلوقتي الاي واحد هنفترض ان هو مومنتري. تمام. ف الاي واحد هيبقى مومنتري. تمام، ماشي نجرب. الاي واحد هيبقى مومنتري اهو. هيشغل الاي 2 بعد 7 ثواني. اي 2 هيعمل ريست و3 هتشتغل. 3 شغالة. تمام. بس الفكرة ان انت السؤال دلوقتي، انت عايز تعمل لوب لايه بالظبط؟ انا بس النقطة اللي عايز اوضحها ان انت هتعمل لوب لايه بالظبط. تمام. ماشي، هنفترض مثلا، تعالى نفترض مثلا ان حاجة بتنور مثلا احمر واخضر. فاحمر واخضر دي مثلا هنقول ان دي، مثلا الاي واحد ده زرار اللي هيشغل النور ده. هيبقى اللون مثلا نقول الريد. لما الريد يفضل شغال، لما الريد يشتغل بعد 7 ثواني، لما الريد يشتغل بعد 7 ثواني هيروح الريد قافل، والايه والجرين يشتغل ست. تمام. فلما الجرين يشتغل، انا دي هشيلها وش، اكيد اكيد هشيلها. اسف. تمام. لما الجرين يشتغل، لما الجرين يشتغل هنعمل هنا خط هنا اهو. هنحط اهو الجرين. الاي قصدي بقى Q2، لا Q3. جرين يشتغل، ايوه، بعد 7 ثواني برضو. بس هنغير ده، هنخليه T2 عشان ما ينفعش يبقى 2 تايمر لنفس في two different rows. هيعمل ايه بقى هنا؟ reset للجرين اللي هو Q3، وست للريد اللي هو Q2. فهنا اللي هيحصل دلوقتي
ان انا هشغل ده، مجرد ما هدوس عليه مره واحده هيفضل شغال. تك 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 تك. تمام. تمام. صح كده. اهو ده اللي هنسميه، انا اسف، نسميه مثلا، يعني نحاول نبقى منظمين شويه. system on slash off. تمام. system. دلوقتي السيستم هشغله مومنتري. هو دلوقتي الريد شغال هنا وهنا وهنا. بعد 7 ثواني هيخلصوا الجرين هيشتغل. فبعد 7 ثواني الريد هيبقى ست تاني، الريد هيشتغل. حتى لو انا فتحت او قفلت ملوش دعوة، شغال. الله ينور. الفكرة ان انت لو عايز تعمل كلوزد لوب لازم يبقى فيه زرار يشغل السيستم، وتاخد الخطوة اللي انت شغال بيها دي بقى تعمل الخطوات اللي انت بعديها. تمام. يعني انت دلوقتي احنا قلنا السيستم اهو تاني، معلش هنوقف الموضوع ده سيميوليشن عشان نوضح تاني. ده السيستم اهو. عندك خطوة هتعملها. الخطوة الأولانية إن أنت تشغل الريد وتثبته. لما الريد يشتغل بعد 7 ثواني الريد هيقفل ريست والجرين يشتغل. لما الجرين يشتغل بعد 7 ثواني الجرين هيقفل والريد يشتغل. لما الريد يشتغل بعد 7 ثواني هيروح الريد قافل والجرين يشتغل. أنت فاهم الفكرة؟ كلوز لوب. دلوقتي تاني اهو سيستم مومنتري سويتش. حتى لو شغلته مليون مرة ملوش دعوة، هو خلاص أنت دوست عليه مرة خلاص هيشتغل لوحده. ونفس الكلام لو عايز تعمل إشارة مرور هتاخد بقى من الجرين هتروح حاطط مثلا اليلو. انت فاهم الفكره؟ يعني تعالى مثلا نحاول نزودها عشان نحاول نفهم الناس برضو الفكره ماشيه ازاي. ناخد السطر ده كله تحت كده خطوتين. تمام. السيستم هيشغل الريد بعد 7 ثواني. هنخلي ده مثلا هنغيره بقى، هيبقى كيو 4 مثلا. انا اسف، كيو 4 يلو. اليلو يشتغل. هناخد كوبي من الخطوه دي بالظبط ونبتدي نعمل edit اسهل ما يكون. هتاخد بقى من الكيو 4 اللي هو اليلو بعد تايمر 3 عشان احنا عندنا تايمر 1 وتايمر 2. بعد 3 ثواني او خليها 4 ثواني عشان نبقى في فرق يعني. اليلو هيتعمل ريست والريد ما تعمل له ريست هيشغل بقى ايه الكيو 3 اللي هو الجرين. هو حتى الكومنت بيسهل عليك. الجرين بقى لما يشتغل بعد مثلا 10 ثواني جرين هيروح قافل ويروح مشغل الريد تاني. فانت لما هيشغل الريد بعد 7 ثواني الريد هيقفل تاني. نحاول بقى نجرب تاني نشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. إشارة المرور تبتدي من أحمر لأصفر لأخضر. تمام. سيستم شغلت مومنتري. أحمر هيفضل شغال لمدة 7 ثواني. الأحمر شغال شغل الأصفر. إيه ده؟ الأصفر شغال. تمام. قفل. ليه بقى ما يحولش على أنا آسف ثانية واحدة. دي شايفين دي ما عملتهاش ست، ما عملتهاش ست فعلا. أنا آسف غلطة. يعني هو الهيومن فاكتور اللي هو الخطأ البشري. أي حاجة فيها بشر لازم يبقى فيها غلط كطبيعتنا كبني آدمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي تاني السيستم ويا رب يشتغل. ادي 7 ثواني الأحمر شغال. هيشتغل اليلو 4 ثواني. الست اللي هو جرين هيشتغل اهو 10 ثواني. بعد ال10 ثواني الريد هيشتغل لمدة 7 ثواني وهيعمل لوب تاني. تمام. نفس الكلام. فهي الفكرة في الكلوز لوب مش ان انت هتاخد الاوردر لاتش او كذا او كذا او كذا، لا هتاخد الاوردر سيستم اون او اوف وبعدين تاخد الخطوة الاولانية بعدين تعملها كانبوت في الخطوات اللي بعد كده، وبحيث ان انت set وريست set وريست set وريست هيسهل عليك الدنيا في حاجات كتير جدا. هو حتى السيستم شغاله الله ينور لوحده.
بس فبعد 10 ثواني الجرين هيقفل، قصدي الجرين هيقفل والريد هيشتغل. تمام. شكرا لكم وشكرا لحسن استماعكم، ويعني سلام كبير قوي للمطروية، والله ليك وحشة كبيرة جدا، وربنا يستر مصر، ربنا يستر على مصر من اللي بيحصل. ويعني مش عارف اقول ايه والله. انا ليس لي تعليق، عشان لو علقت او اقول كلام وحش، بس بإذن الله ان شاء الله الفترة الجاية تبقى احسن، وبإذن الله خير. بإذن الله خير اكيد. اكيد بإذن الله خير. ان شاء الله خير، واشوفكم على خير باذن الله في الحلقه الجايه. واللي ليه اي استفسارات يا ريت، يا ريت بجد انا ما بهرجش، يوصل لي باي طريقه. وانا ليا الاكونت بتاعي محمد سعيد محمد بالانجليزي، ومحمد سعيد عبد الفتاح عبد الحميد بالعربي. فاللي عايز اي مساعده يا ريت يسالني، وانا يعني ان شاء الله باذن الله على قد ما اقدر هحاول اساعد باذن الله. السلام عليكم.